فيلمنا بيبدأ مع عصابة شغلتها في الحياة هي سرقة البيوت، وأولهم بنت اسمها روكي اللي بتحلم تجمع فلوس كتيرة جدا وتسيب البلد باللي فيها، وأليكس وده بقى بيبقى معجب بروكي جدا وبيحبها. وتالت واحد معانا النهاردة اسمه ماني، وده بقى الحلوف اللي بيعرف يفتح الأبواب والخزن في البيوت اللي بيبقوا أصحابها مسافرين، وعلى طول هما ماشيين بمبدأ إنه مينفعش يسرقوا حاجات بمبلغ يعدي ال10,000 دولار. المهم بيخلصوا عملية السرقة اللي بيعملوها وبيركبوا عربيتهم وبيمشوا. فبيتكلم ماني ونقدر نقول إن رئيس العصابة مع صديقته روكي، وبيقول لها ها يا مزة، هتعملي إيه بقى في نصيبك من العملية اللي خلصناها دي؟ فبتقول روكي إنها بتجمع الفلوس دي عشان تسافر وتعيش عيشة طبيعية بقى وهادية. فأليكس بيزعل عشان هو طبعا بيبقى بيحبها جدا ومعجب بيها ومش حابب إنها تسافر وتسيبه وتبعد عنه. ولما بيرجع أليكس للبيت بيرجع المفاتيح اللي كان أخدها لمكانها في مكتب أبوه، وده بقى لأننا بنعرف إن أبوه مسؤول عن شركة أمن بتركب أجهزة إنذار للبيوت، وكمان عنده في درج كده في مكتبه مفاتيح احتياطية للبيوت دي كمان وأرقام السر الخاصة بكل بيت فيهم. وفي الوقت ده ماني بيروح لواحد عشان يبيع له المسروقات اللي سرقوها، فالراجل بيديله 800 دولار بس، مع إن الحاجات دي قيمتها أكتر من 7000 دولار. وبيقول الراجل يا أخويا دي حاجات مسروقة ومحدش هيشتريها بأكتر من كده، وبدل ما أنت عمال تسرق حاجات زي دي اسرق لك شوية فلوس أحسن يا فالح. وبيقول الراجل لو عاوز فلوس كتيرة في بيت موجود في منطقة مهجورة والبيت ده فيه فلوس كتيرة. فبيروح ماني لأصحابه بيقول لهم على البيت ده، وبيطلع إن البيت ده بتاع واحد أعمى اسمه نورمان، وإن نورمان ده كان راجل نقيب في الجيش وتقاعد عشان هو أعمى مش بيشوف. وفي يوم من الأيام كان في بنت غنية جدا خبطت بنت نورمان وقتلتها، ووقتها أهلها دفعوا $1,000,000 لنورمان كتعويض عن موت بنته. فترد روكي عليه وبتقول له إنه أكيد الراجل ده مش أهبل يعني، وأكيد شايلهم في البنك لأن هو أعمى وأي حد يعرف يسرقه. فماني بيقطعها وبيقول لها إنه متأكد إن نورمان شايل الفلوس دي في بيته لأن في حرامية كتير جدا الفترة اللي فاتت كانوا بيراقبوه عشان يسرقوه. فروكي بتوافق بس أليكس بيبقى رافض عشان هو مش بيحب يسرق فلوس، وبيقول لهم بلاش نسرق البيت ده يا جماعة عشان لو اتقبض علينا هنتسجن 10 سنين. وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيروح بيته بيلاقي روكي بعتله رسالة وبتتحايل عليه عشان يوافق على العملية دي. فبيقعد أليكس يفكر شوية مع نفسه وبيفتح النت وبيبحث عن قضية نورمان وبيتأكد فعلا إن كل المعلومات اللي ماني قالها صحيحة. فبيبعت لروكي رسالة وبيقول لها إنه موافق على العملية دي. وفعلا تاني يوم بيروح علشان يراقبوا البيت، وفعلا ماني بيبقى مراقب البيت بقاله فترة وبيتأكد إن البيت فاضي. وبيقول لهم إن نورمان ما بيخرجش غير ساعة واحدة بس من البيت، وإن المنطقة كلها فاضية ومفيش عربيات شرطة بتعدي أصلا. وخلال ما هم قاعدين في أمان الله بيلاقوا كلب شرس جدا واقف عند عربيتهم وبينبح عليهم، وبيظهر كمان نورمان وبيشوفوه هو كفيف وإن الكلب ده بقى يبقى بتاعه. وبيقول لهم ماني إنهم هينفذوا العملية بالليل، ولما بيجي الليل أول حاجة بيعملوها إنهم بيدوا لحمة فيها مخدر للكلب علشان ينام. وبيحاولوا بعد كده يفتحوا البيت بالمفتاح اللي أليكس جايبه من مكتب أبوه، بس بيتفاجئوا إن الباب ما بيفتحش، ده غير إنهم بيروحوا للباب الخلفي وبرضه ما بيعرفوش يدخلوا. بس روكي بتلاحظ شباك كده صغير مفيش عليه حديد خالص، فبتقول لهم إنها هتدخل منه هتقفل جهاز الإنذار وتفتح لهم الباب من جوه. وفعلا بتكسر شباك الحمام وبتقدر إنها تدخل منه، فبيبقى في حتة إزاز بتدخل في جزمتها وبتقعد تلف في البيت، بس قطعة الإزاز دي بتقع منها في الأرضية بتاعة الطرقة، وبتقعد تدور على جهاز الإنذار لحد ما بتلاقيه وبتفصله وبتروح تفتح لهم الباب الخلفي وبتدخلهم. ولما بيدخلوا بيخلعوا الجزم بتاعتهم عشان ما تعملش صوت في البيت، وبيبدأوا يدوروا على الفلوس بتاعة جده نورمان. وبيطلع ماني للدور التاني عشان يعمل مخدر ويحطه للراجل في الأوضة بتاعته عشان ينيمه. وفي أوضة عمه نورمان الأعمى بيبقى فيه تلفزيون شغال على صورة بنته الصغيرة اللي ماتت، وبيبقى نورمان حاطط مسدس تحت مخدته. وأول ما بيدخل ماني الأوضة على الراجل ويحط له المخدر في إزازة بيصحى نورمان العجوز فجأة وبنلاقيه في وشنا، وبيقفل صوت التلفزيون وبيكمل نومه. وبيحس نورمان إنه نام بسبب المخدر، فبينزل عشان يطمن باقي أصحابه، بس هم واقفين بتشوف روكي إن باب القابو مقفول بقفل كبير، وطبعا بيخمنوا إن الفلوس موجودة هنا ورا الباب ده. ولما بيحاول ماني يكسر القفل ما بيعرفش، فبيقول لهم إنه هيكسر القفل بالمسدس بتاعه. فبيتعصب أليكس عليه وبيقول له إن نورمان لو صحى بسبب الصوت وخلص علينا مش هيدخل السجن أصلا. فبيقول أليكس لروكي إنه هيمشي ومش هيكمل المهمة دي، وبيطلب منها تيجي معاه، فبترفض روكي وما بترضاش تروح معاه عشان بتبقى متأكدة إن نورمان مش هيصحى بسبب المخدر اللي حطوهوله. وفعلا أليكس بيمشي وبيضرب ماني نار على القفل وبينجح إنه يكسره، بس الصدمة بقى والرعب لما بيلاقوا نورمان واقف قصادهم وبيعرفوا إنه صحى بسبب صوت النار. فماني بيهدده بالمسدس وبيقول له ما يتحركش من مكانه إلا هيخلص عليه، بس نورمان بيقرب منه بس بيوقف فجأة لأنه بيحس بحتة حديدة تحت رجله، فبيعرف إنهم داخلين عشان يسرقوه، وبيعرف كمان إن القفل اتكسر. وفجأة نورمان بيهجم على ماني
وبياخد منه المسدس وبيخنقه. فبيسأله في كام شخص معاك هنا، بس ماني ما بيرضاش يرشد على اصحابه وبيقول له انه دخل البيت لوحده، وقبل ما ماني ينطق حرف كمان بيقتله نورمان بالمسدس في دماغه. فراكي بتتصدم وبتترعب وبتتخاف جدا وبتستخبى في اوضه الملابس اللي جنبها، وبتبقى ندمانه ندم عمرها انها ما سمعتش الكلام أليكس ومشت معاه من الاول. وفي الوقت ده أليكس بيسمع صوت ضرب نار، فبيضطر يرجع تاني داخل البيت عشان يطمن على روكي. واول ما بيدخل بيلاقي نورمان جاي ناحيته وبيقفل الباب، فبيقف أليكس وهو متسمر في مكانه مصدوم وعمال يقول في نفسه الكارثه ده صح امتى وازاي، مش كان مخمود. ولما بيقرب نورمان من الحمام بيلاقي ازاز على الارض، فبيعرف ان ماني كسر شباك الحمام ودخل منه، فبيروح يقفل الباب الخلفي بالقفل وبيروح على شباك الحمام وبيجيب خشب وبيقفل شباك الحمام بالخشب عشان محدش يعرف يدخل منه. وفي الوقت ده أليكس بيبقى مستخبي تحت حوض الحمام بيحاول ما يعملش اي صوت عشان نورمان ما يسمعهوش. واول ما نورمان بيخرج بره الحمام بيبعت أليكس رساله لروكي يطمن عليها وبيسأل عن مكانها، فبتعرفه انها مستخبيه في اوضه تخزين الهدوم وبتقول له ان نورمان قتل ماني. فبيتصدم أليكس عشان ما كانش متخيل ان نورمان يبقى بالقوه دي برغم انه اعمى. وفي الوقت ده نورمان بيدخل للاوضه اللي روكي مستخبيه فيها، فبتكتم نفسها عشان ما يحسش بيها وبتلاقيه بيفتح خزنه كان مخبيها في الدولاب وسط الهدوم وبتشوفه هو بيفتحها، وبتقدر انها تعرف الباسورد بتاعها وبتعرف انه شايل فلوس هنا. ولما بيطمن نورمان على فلوسه بيخرج، فبيجي أليكس وبيطمن روكي انه موجود وبيقول لها انهم يبلغوا الشرطه احسن من الراجل الخرفان ده يخلص علينا. فبتكرف له روكي وبتروح تفتح الخزنه وبتقول له انهم هياخدوا الفلوس دي وهيهربوا من القابو. فأليكس بيقتنع بكلامها وبيروح عند باب القابو، بس قبل ما يدخل بيظهر نورمان وهو خارج من القابو عشان ياخد جثه ماني بس، وأليكس بيتحرك بالراحه بيعمل صوت ربقه كده صغير على الارض، فبيسمعه نورمان وبيتاكد نورمان ان في حد لسه في البيت وبيبدا يحرك المسدس ناحيه الصوت لحد ما الموبايل بتاع ماني بيرن، وبيضرب نورمان الموبايل بالرصاص وبيكمل طريقه وبياخد جثه ماني. واول ما بيمشي بيروح روكي وأليكس للقابو وبيقفل الباب وراهم، واول ما بينزلوا بيلاقوا مكان قديم ومليان رفوف كتيره وبيكونوا ماشيين بالكشاف عشان يدوروا على الباب يخرجوا منه. بس في نفس اللحظه نورمان بيشم ريحه شرابات معفنه، فبيفضل يدور لحد ما بيلاقي كوتشيات الحراميه موجوده جنب ترابيزه، وبيعرف انهم 3 اشخاص من الجزم اللي كانت موجوده. فبيجري على الخزنه بتاعته وبيلاقيها فاضيه المره دي، فبيقعد يزعق وبيبقى متعصب جدا. وبيبقى روكي وأليكس وصلوا المكان بيكون فاضي في القابو، واول ما أليكس كان راح يفتح النور بيتخض ويترعب لما بيلاقي واحده مربوطه بحبال بتستنجد بيهم وبتطلب منهم يساعدوها، بس بيبقى مربوط فيها حبل متوصل بالجرس للبيت. فلما اتحركت البنت دي الجرس بتاعها بيرن، فبيسمع نورمان وساعتها بيعرف ان الحراميه تانيين موجودين هناك تحت في القابو، وبتفضل تتحايل عليهم يخرجوها من هنا وبتديلهم ورقه مكتوب فيها تم تبرئه البنت الغنيه دي من قتل بنت الراجل الاعمى. وبتعرف روكي ساعتها ان البنت الغنيه دي هي البنت ساندي اللي قتلت بنت الاعمى ده، وانه خطفها وحبسها عنده في القابو. وبتشاور لهم ساندي على الخزنه اللي قدامهم عشان فيها المفاتيح اللي هتفكها، وبيسمعوا صوت جري على السقف فبيعرفوا ان نورمان رايح لهم. وبيعرف أليكس يفتح الخزنه وياخد منها المفاتيح لان كلمه المرور بتاعه خزنه الفلوس هي كلمه المرور بتاعه الخزنه دي. المهم يا شباب بيقدروا فعلا ياخدوا المفاتيح وبيفكوها، ولما بقى بيوصلوا للباب اللي هيوصلهم للبيت من بره فبيجرب أليكس المفاتيح اللي معاه وفعلا بينجح انه يفتح الباب. بس المفاجاه بقى لما بيلاقوا نورمان في خلقتهم وبيضرب نار عليهم بالمسدس، فبتتصاب ساندي في وشها وبتموت في ساعتها. وبيرجع تاني أليكس وروكي تاني لجوه البيت، وبينزل لهم بقى جده نورمال بقى وبيقول لهم انا هوريكم يا كلاب السكه. ولما بينزل رجله بتخبط في جثه ساندي فبيعرف ان دي ساندي وبيقعد يصرخ عشان الضربه جت فيها هي، وهنعرف ليه زعلان قوي كده عليها بس قدام شويه. وبيقول لهم انا هخلص عليكم يا حشرات انتوا. فبيقوم وبيقفل وراه القفل بتاع الباب وبيكسر المفتاح فيه، وبيبدا بقى يجري وراهم. يبقى نورمال بيتحرك اسرع منهم عشان ده بيته واكيد 100% حافظ تفاصيله لحد ما بيمسك أليكس من رقبته. بس لما جه يضربه بالرصاص بيعرف ان الرصاص خلص منه، فهو بيقاومه أليكس وبيزقه لحد ما الرف بيقع عليه، وبيطلع هو وروكي للدور اللي فوق. بس لما بيطلعوا بيتصدموا من الكلب عشان بيبقى صح واقف قدامهم. فبترجع روكي بهدوء جدا وبتحاول انها تفتح الباب الرئيسي بالمفاتيح اللي اخدوها من خزنه القابو، بس الكلب بيجري عليهم فبيسيبوا المفاتيح وبيطلعوا يجروا للدور تاني، وبيستخبوا في اوضه وبتبقى شبابيك الاوضه مقفوله بالحديد. وفي الوقت ده نورمان بيبقى طالع وراح للاوضه بتاعته وجاب المسدس بتاعه من تحت المخده وبيروح لهم، بس هما ما بيكونش قدامهم حل غير فتح تهويه يطلعوا منها. وفعلا روكي تطلع منها ولسه أليكس هيطلع وراها الكلب بيدخل وبيهجم عليه وبيرزعه في الشباك الخشب لحد ما بيقع على سطح الدور الاول اللي بيبقى معمول كله من الازاز. والكلب برده ما بيسيبش روكي في حالها، بيدخل وراها فتحه التهويه لحد ما بيخليها تقع من مكان عالي على راسها وبيغمى عليها. ولما أليكس بيفوق بيلاقي نفسه نايم فوق الازاز، ونورمال العجوز باصص عليه وبيضرب رصاصه على الازاز فبيقع جوه البيت من تاني. فبيقول أليكس في نفسه كده انه عاوز يشغل انذار
عشان الشرطة تيجي وتنقذهم من العجوز ده، بس بيلاقي نورمان بيضربه بالنار. فبيستخبى أليكس في الأوضة بتاعة نورمان اللي فيها المعدات بتاعته، وبيحاول إنه يكتم نفسه عشان نورمان ما يسمعهوش، بس ما بيعرفش يكتمه لوقت طويل جدا، فنورمان بيسمع نفسه. فبيتحرك أليكس وبيجيب شاكوش وبيعرف إنه يضربه في إيده جامد عشان المسدس يقع منه، بس نورمان بيمسكه وبيفضل يطحن فيه بدون رحمة، وبيرميه في الأرض وبيضربه بمقص الزرع في نص جسمه. وفي اللحظة دي روكي بتصحى وبتبدأ تتحرك في الممر بتاع التهوية لحد ما بتشوف فتحة صغيرة معمولة بحديد، فبتحاول تخبطها برجليها، بس فجأة بتلاقي اللي بيشدها من تحت وبياخد منها الشنطة اللي بيكون فيها الفلوس، وبيضربها لحد ما بيغمى عليها. ولما بتصحى بتلاقي نفسها مربوطة مكان ساندي، ويبقى نورمان قاعد قدامها وبيكلمها وبيقول لها إن محدش هيفهم اللي كان بيعمله، وإن ساندي قتلت له بنته وخرجت عادي عشان هي غنية، وهو كان هيخليها تديله بنت تانية تحمل فيها وبعد ما تولدها هيسيبها تمشي. وهنا بنعرف إن ساندي كانت حامل منه، وبيقول لها لولا إنكم اقتحمتوا بيتي ما كانتش بنتي هتموت. وعشان كده بنعرف هو كان مقهور على ساندي ليه لما ماتت. وبيقول لروكي إنها دلوقتي بدل ساندي وهيخليها تحمل منه عن طريق الحقنة وتجيب له بنته، أول ما تولد هيخليها تمشي. وفي نفس الوقت ده أليكس بيفوق وبنعرف إنه ما ماتش ولا حاجة، لأن العجوز طعن جثة ماني بداله بالمقص بتاع الزرع. وقبل ما الراجل العجوز يحقن روكي، أليكس بيروح له وبيضربه جامد وبيكتفه وبيخرجوا، بس قبل ما يطلعوا بره البيت بيتضرب أليكس فجأة برصاصة. وبنعرف إن العجوز عرف يفك نفسه، وبتخرج روكي بره البيت بسرعة وبتقول لنورمان إنه بره البيت ملهوش أي لازمة وإنه مش هيعرف يمسكها، وبتتريق عليه. بس تتفاجئ لما الكلب بتاعه بيطلع يجري وراها، بس الكلب بيهجم عليها وبياخد منها الشنطة، فبتستخبى في العربية وتقفل شباك العربية قبل ما الكلب يدخل. فبتعمل خطة وبتفتح شنطة العربية وبتخلي الكلب يدخل لها وبتحبسه جوه العربية، بس الكلب بيبقى أقوى منها وبيخرج لها، بس تعرف إنها تربطه وبتنزل من العربية وبتاخد الفلوس. بس قبل ما تاخد الفلوس بيوصل لها نورمان وبيضربها لغاية ما بيغمى عليها وبيجرها البيت وبيدخلها تاني. فبتشوف روكي أليكس جنبها ميت وفي إيديه جهاز الإنذار، فبتاخد ريموت الإنذار وبتشغله. فنورمان ما بيكونش عارف يركز من الصوت العالي وما بيكونش عارف مكانها، فبتمسك روكي حديدة طويلة وما بتخلوش ياخد باله، وبتنزل في نورمان ضرب جامد جدا لغاية ما بتوقعه على الأرض في البدروم. فبتفكر كده إنه خلاص مات بقى وخلصت من الهم ده، فبتاخد الفلوس وبتطلع من البيت قبل ما الشرطة توصل بسبب جهاز الإنذار. وتاني يوم بتبقى روكي موجودة هي وأختها الصغيرة في محطة القطار عشان يسافروا ويعيشوا حياة هادية بقى. فبتاخد صدمتها لما بتشوف على تلفزيون إن في بيت اتعرض للسرقة وصاحب البيت ده أعمى، وبيقدر العجوز ده إنه يحمي بيته ويخلص على الحرامية اللي دخلوا بيته، وإنه لسه كويس بس اتنقل للمستشفى بس من شوية كدمات. وقال كمان إن مفيش حاجة اتسرقت من بيته في تحقيقات. فبتاخد روكي أختها بصدمتها وبتروح عشان تسافر، لأنها بتبقى كده مفكرة إنها كده هتهرب من نورمان، بس الحقيقة ده مش هيحصل. لو عجبكم الفيلم ده شيروه يا شباب، ولايك جميل واشتراك في القناة، وأشوفكم في فيلم جديد. سلام.